تمام. النهارده احمد توفيق وابراهيم، طبعا النور اكيد غياب مهم جدا. انا بشوف النور من احسن صناع اللعب، وانا بشوف النور بيجيد دايما لما يلعب لوحده، يعني بغض النظر بيلعب جنب مين النور احسن وهو لوحده. يعني شفنا الموسم السابق لما كان الزمالك بيلعب بثلاثه في نص الملعب ما كانش النور بيلعب بالشكل ده. انما اول مباراه لعبها مع الاتحاد عملها بشكل كويس جدا، لكن لو كنا بنلعب واحد بس عمر جابر ومحمد عبد الشافي عمر جابر بس كانوا بيلعبوا على الاطراف، هو الوحيد اللي ماسك الدايره يعني، فده ماتش تالق فيه، جه جنبه بعد كده بتدي كرات اماميه وابتدى نحس بالنور السيد اللي احنا جبناه الزمالك على اساس ان هو ده بنور مش اللي كان الموسم الماضي. صحيح. فالنهارده احمد توفيق وابراهيم الاثنين لعيبه مجتهده قويه جدا في قطع الكرات بشكل قوي جدا. المهم بقى تكمله الهجمه والادوار اللي هياخدها من مستر فييرا ده هنشوفه من خلال اللعب. انا دايما بقول ان المدرب اوقع مني ومن اي حد، لان هو شايف بعينيه التمرين عامل ازاي. فالتشكيل على الورق فيه مفاجآت، ولكن اثناء سير المباراه نقدر نعلق بين الشوطين اذا كان الحاجات دي ايجابيه ولا مش ايجابيه. لكن هو عنده حازم لعيب مهم جدا ناحيه اليمين، وده يمكن هيدي سرعه كبيره جدا مع احمد سمير. احمد حسن متهيألي احمد عيد هو اللي هيلعب ناحيه الشمال، واحمد حسن هو من العمق. احمد عيد طبعا مهم جدا مع عبد الشافي. يعني جبهات انا شايف ان ميزه الزمالك، وانا بشوف دايما ان الزمالك قوته من ايام ما كنا بنلعب والكابتن ابراهيم كان معاه، طبعا كابتننا كان موجود. كنا بنلعب ازاي؟ كنا بنلعب بتامر حميد، كنت بلعب انا وكابتن ابراهيم ناحيه اليمين، وكان طارق السيد وطارق السعيد ناحيه الشمال، او كابتن خالد الغندور مثلا وكابتن ابراهيم. جبهات كنا بنلعب جبهات، فممكن ده يشتغل شويه وده يشتغل شويه ويجي من العمق مثلا كان الاباني او بشير او تامر طبعا. بس هي ميزه الزمالك طول عمره، يعني انا بشوف ان دايما يلعب على جبهات، دي اهم حاجه. وده يمكن اللي خلانا الفتره الموسم الماضي لما لعب ثلاثه في نص الملعب ديفندرات دي كانت مقلله قوي الناحيه الهجوميه شويه. فانا شايف موضوع الجبهات ده هو النهارده مركز فيه بشكل كويس، خصوصا حازم وسمير، احمد عيد وعبد الشافي، وبيامنوا كل واحد. احمد توفيق ممكن يامن الجانب اليمين لما يزيد احمد سمير، واحمد سمير بشوف ان احمد عنده ميزه مهمه جدا. ممكن يبقى في ناس ليها تحفظات على احمد سمير، بس بشوف من الباكات اللي بتعرف تتحرك من ورا الخصم، اللي بيجي اللي هو القادمونه من الخلف، اللي مش متراقب، بيعملها كويس احمد. يعني عنده برضه الاحتراف خلاه يقدر يتحرك في ال 30 متر الاخيره دي بشكل كويس جدا، ودايما هتلاقيه صاحب كرات خطره في كل مباراه على الرغم انه باك يمين. فده مهم جدا، خصوصا لو في واحد يامنه زي احمد توفيق. الناحيه الثانيه ممكن ابراهيم صلاح يامن عيد ويامن عبد الشافي. احمد حسن عليه دور النهارده محوري انه ما يفقدش الكوره كتير. لازم يبقى دوره انه يحاول دايما يلعب الفرقه ويلعب الفرقه، يسدد كتير. واحمد جعفر انا شايف النهارده مطلوب منه ان يبقى هادي، يركز في ال 18، يحاول يبقى دايما بيساعد الفرقه، يبقى هو التارجت اللي اللعيبه تلعب عليه، ومش هو لازم يجيب اجوان. يعني ممكن يبقى احمد حسن، حازم امام، عيد هم اللي يجيبوا الاجوان، وهو ينزل يسحب المدافعين، لان هاني السيد والناس دي هيفضلوا على طول في ال 18 ومقفلين بشكل قوي يعني.